بيزعلش، هو شخص مش قوي خالص، بل بالعكس هو خطر حقيقي. في الحرب العالمية التانية كان في طبيب نفسي اسمه فيكتور فرانكلين. الشخص ده مش بس فقد عمله، ده فقد حريته وفقد عائلته، وكان في أبشع الظروف. ولكن هو لاحظ شيء غريب جدا في الوقت ده. افتكر ان الناس، او شاف ان الناس اللي كان عندها فعليا صمود وشخص قوي جدا مش الشخص القوي جسديا، لأن الشخص اللي عنده مرونة نفسية، لأن الشخص اللي شبه النخلة كده. النخلة لو في عاصفة فهي ما بتوقفش ضد العاصفة، بل بالعكس بتنحني مع اتجاه العاصفة لحد ما العاصفة بتخلص وبترجع تاني. فدي اسمها مرونة نفسية. في العمق النفسي بقى خلينا ابسطها لك اكتر، مع ان اسمها cognitive reframing، يعني اعادة صياغة المعرفية. المناعة النفسية هي عبارة عن الدرع بيمنع الألم الدخول، وفي نفس الوقت هي زيها زي الجهاز الهضمي كده، بياخد الألم بيحلله بيحوله دروس، والدروس دي بتقويك وبتفيدك. فعقلك مش بيتألم من الموقف، عقلك بيتألم من التفسير. تفسيرك للموقف كان ايه؟ لو فسرت الفشل على اساس ان هو نهاية فانت كده هتنكسر، ولو فسرته على اساس ان هو انحناء مثلا، وان هو وقت مؤقت، او ان هو درس عشان تقدر تجمع قوتك وازاي ترجع اقوى، فهو ده التفسير. فخلينا نتمرن تمرين صغير خالص. لو مثلا على مدار اليوم النهارده حاجة بسيطة خالص ممكن نشتغل عليها. لو حد وجه لك انتقاد، او مثلا وجع افتكرته قبل كده، ما تحاولش ان انت تكون حيطة او شخص صلب واقف ضد العاصفة، بل بالعكس خليك نخلة. واسأل نفسك هو التفسير ده ليه لحد دلوقتي وجعني، او ليه خلاني انحني، او ليه خلاني انكسر. فأفكر وفسر بطريقة صح عشان تقدر ان انت فعليا تبقى انت عارف ايه هو الدرع بتاعك، تبقى انت عارف المناعة النفسية وايه الحاجة اللي بتأثر عليك لهذا الدرجة. فده تمرين بسيط خالص، حاول ان انت تشتغل عليه، حاول تفكر فيه. فالمناعة النفسية هي عضلة بتزيد قوتها وكل مرة بتقرر ان هي بتنكسر فيها. فدي كانت محطة مهمة جدا لازم نشتغل عليها، وده تمرين بسيط حاول ان انت تشتغل عليه على مدار اليوم.